الناس ما عملتش لايك ليه؟ ممكن تحط لنا 300 لايك دلوقتي على البث. الناس ما عملتش لايك اللي قاعدين ليه؟ الناس تشرب ايه يعني؟ ابعت اجيب لكم حلبة حصى مثلا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هناخد تالت لسن في الالجبرا، وهو adding and subtracting rational numbers. طب اول حاجة، عشان نعمل adding ل two rational numbers وعندهم نفس الدينومينيتور، هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، هناخد الدينومينيتور مثلا في الاكزامبل ده، هناخد الدينومينيتور اللي هو هنا b وهنا برضه b ونحطه تحت، تمام؟ والنوميريتورز الاتنين هنعمل لهم adding ببساطة كده. مفيش أبسط من كده. بقى يبقى معاك اتنين rational numbers وعندهم نفس الدينومينيتور، تاخد الدينومينيتور ده وتحطه في الريزلت وتجمع الاتنين numerators. طب نبدأ بأول example اللي هو مثلا 1 over 5 plus 3 over 5. اتفقنا الدينومينيتور ثابت، يبقى نحطه ونعمل adding للنوميريتورز، يبقى نعمل 1 plus 3، يبقى الريزلت بتاعنا يبقى 4 over 5. تمام. طب في الإكزامبل اللي بعده، الدينومينيتور ثابت اللي هو 8، نحطه ونجمع النوميريتورز 3 plus 5 يبقى equal 8 over 8، يعني equal 1. تمام. طيب لو معانا اتنين rational numbers بس ب different denominators، نعمل ايه؟ في طريقتين. أول طريقة اللي هي دي، إنك تضرب الاتنين denominator في بعض، تعمل لهم multiplication، تحطهم في denominator. تمام. وتعمل كريس كروس ال A تضربها في ال D وال C تضربها في ال B وتعمل لهم adding. تاني، أول طريقة إنك الاتنين denominators تعمل لهم multiplication وتحطهم في الدينومينيتور الجديد. تمام. وبعديها تعمل مقص ال A اللي هو اللي على الشمال فوق مع اللي على اليمين تحت، وال C مع ال B، والاتنين دول تعمل لهم بلس. تمام. طب في طريقة تانية اللي هي بال LCM least common multiple اللي أخدناها في المرة في الليسون اللي فات. عشان كده اتمرنا عليها كتير وقلت لك هنعوزها قدام، فالنهارده برضو هنستخدمها، وانا شايف دي افضل في حاجة وهحلها لك دلوقتي. طب نجرب في الاكزامبل ده، نجرب بالطريقة الاولى ان احنا نضرب الاتنين denominators في بعض اللي هو ال 4 وال 8. 4 times 8 32، ونضرب 3 في ال 4 يبقى 3 times 4 بلس ال 1 نضربها في ال 8 يبقى 12 plus 8 over 32 إن هي equal 20 over 32. تمام. طيب نجرب بالطريقة التانية اللي هي بناخد ال least common multiple. كنا بنعملها ازاي؟ أولا كنا بنبص على الدينومينيتور الأكبر اللي هو 8، هل هو divisible بالدينومينيتور التاني اللي هو ال 4؟ divisible، يبقى ناخد ال 8 هي ال common denominator. تمام. وال 8 دي نعمل لها divided بالدينومينيتور الأولاني اللي هنا هيدينا 1. تمام. يبقى احنا كده معانا 1 في ايدينا، نضربها في النوميريتور بتاع الرقم ده أو بتاع أول راشونال نمبر اللي هو 3، يبقى 3 دي نعمل لها تايمز 1. وأنا بكتبها بس كده المرة دي عشان ايه؟ أول مرة، بعدين مش هكتب الكلام ده بالتفصيل. تمام. وتعمل ال 8 divided by 4 والريزلت تضربه في النوميريتور بتاعها. ال 8 divided by 4 2، وتضربها في النوميريتور يبقى ال 1 هنعمل لها تايمز 2. تمام. يبقى 3 times 1 plus 1 times 2 يعني
5 over 8. تمام. طب خلي بالك بقى في الفرق ما بين الطبقتين اللي طالعة معانا اهو. هنا طلعت معانا 5 over 8، لكن هنا طلعت معانا 20 over 32. طب ما الاتنين هما بس اللي تحت دي simplified، فدي احسن في كده. ان لو استخدمت الطريقة الاولى لازم هتعمل لها، يعني في الاغلب هتعمل لها simplification بنسبة كبيرة جدا، هتعمل simplification. لكن هنا هتطلع معاك ب simplest form. تمام. فده الطريقة الاسهل اللي انا شايفها هنشتغل بيها اكتر، عشان كده فنستخدم على طول الطريقة بتاعت ال LCM عشان نطلع ال simplified value على طول. هنحل المسألة دي. half plus negative 5 over 6. طب هل ال denominator common واحد؟ لأ. يبقى نشوف ال LCM ال 6 divisible by 2. يبقى ناخده هو common denominator، 6 common. واتفقنا هنعمل ال 6 divided by 2 ال result 3 نضربه في النوميريتور بتاع 2 اللي هو ال 1. آسف، أيوه 3 لما نعمل times 1 هيدينا 1. تمام. تاني حاجة نعمل البلس بتاعتنا. ال 6 نعمل لها divided by 6 هتدينا 1 نضربها في النوميريتور بتاعها يبقى negative 5. تمام. 3 plus minus negative 5 يعني 3 minus negative 5 على طول. 3 minus negative 5 negative 2 over 6. نعمل فوق وتحت divided by 2 يبقى negative 1 over 3. طب في الإكزامبل ده هنا احنا ممكن نعمل simplification قبل ما نبتدي المسألة. تمام. فلما تلاحظ ان المسألة ممكن تعمل لها simplification اعمل لها الأول قبل ما تبتدي. في أول واحدة هنا نعمل فوق وتحت divided by 4 تدينا 1 over 3 plus يعني negative. هنا نعمل فوق وتحت divided by 5 يبقى اللي فوق يبقى 2 تحت 3. شفت كده بقى شكلها اسهل. حاجة كمان اسهل بكتير. ليه بقى؟ علشان الدينومينيتور ثابت، يبقى ناخد الدينومينيتور common ونعمل adding للنوميريتورز. هنا 1 بلس النوميريتور التاني negative 2 يعني 1 minus 2 اللي هي negative 1 over 3. المسألة هنا 2 over 5 plus 3. طيب احنا عايزين نخلي 3 دي على شكل fraction عشان نعرف نعملها adding بسهولة. فممكن نعملها 2 over 5 plus 3 over 1. تمام. ونكمل ال 5 هل هو divisible by ال 1؟ طبعا. يبقى ناخد ال 5 common. 5 نعمل لها divided by 5 ال result 1 نضربه في النوميريتور بتاعها يبقى 2. وال 5 نعمل لها divided by 1 تدينا 5. ال 5 دي نضربها في النوميريتور بتاع ال 1 يبقى 5 times 3 والمرة هنا نكتب اهو times 1 يبقى 2 plus 3 times 5 15 over 5 equal 17 over 5. طب في المسألة دي معانا 2 denominators لكن مختلفين، عايزين نجيب ال least common multiple. ال 4 وال 5 نشوف الرقم الأكبر. ال 5 هل هو divisible by 4؟ لأ. طب المالتيبل بتاعه اللي هو ايه؟ 10 divisible by 4؟ لأ. نكمل. 15 divisible by 4؟ لأ. نكمل. 20 divisible by 4؟
are divisible، يبقى ناخد 20 as a common denominator. يبقى نحطها تحت ونعمل 20 divided by 4 هتدينا كام؟ 5. 5 نعمل لها multiplication في 3 أو النيجاتيف 3، آسف، يبقى نيجاتيف 3 نعمل لها multiplication بال 5. تمام. بعدين أو بعديها ال 20 نعمل لها divided by 4 by 5 تدينا 4 نضربها في ال 1، 4 times 1 يبقى نيجاتيف 15 plus 4 over 20 يعني نيجاتيف 11 over 20. طيب في المسألة هنا معانا mixed numbers، عايزين نخليهم على شكل fraction عشان نعرف نتعامل معاهم عادي. طيب احنا عارفين ازاي نحول mixed لفراكشن. نضرب 3 في 4 والresult نزوده على النوميريتور، يبقى 3 times 4 ونزود عليهم ال 1 وتحت الدينومينيتور زي ما هو. تمام. وبعديها هنا نفس الكلام 2 times 5 10، تعالى نكتبها برضه بالتفصيل 2 times 5 plus ال 1 وتحت الدينومينيتور زي ما هو. يبقى هنا تطلع معانا 13 over 4 plus نيجاتيف زي ما هي وهنا 11 over 5. تمام. ال 4 وال 5 في الدينومينيتورز عايزين لسه تكون مالتيبل، لسه جايبينه ب 20 المسألة اللي فاتت، يبقى 20 divide by 4 تدينا 5، يبقى فوق هنا معانا 5 times 13 و 20 divided by 5 4 يبقى هنا 4 times negative 11. ما ننساش ان هي بالنيجاتيف. تمام. اهم حاجه ما تنساش النيجاتيف هنا، يبقى 5 times 13 65 plus 4 times negative 11 negative 44 over 20. يبقى الانسر يطلع معانا 21 over 20. تمام. تمام. طب ممكن مثلا يجيبها لك في choices على شكل ميكس نمبر عادي، مفيهاش مشكلة، تجيبها ساعتها بالكالكوليتر وتطلع معاك 1 and 1 over 20. تمام. طب ما احنا ممكن اهو المسائل بتاعت الدرس دي نعملها على طول بالكالكوليتر. طب ليه بقى معقد الدنيا انا وعمال اعمل لك بالخطوات ومعرفش ايه؟ علشان انت السنين الجايه ان شاء الله هتحتاج الكلام ده، ما ينفعش تعمله بالكالكوليتر، هيبقى فيها سيمبلز واكس وواي وحاجات كده، فمش هتعرف تعملها بالكالكوليتر. لازم اعلمك من دلوقتي وتتعود انت على انك تعملها كده بالستبس. تمام، عشان ما تبقاش ضايع يعني في السنين الجايه. طيب في صفات للاديشن، لعمليات الاديشن في الراشونال نمبرز. ايه هي الصفات دي؟ اول حاجه اسمها closure property. ايه closure property دي؟ هي sum of any rational، هي بتعبر عن sum of any rational numbers is a rational number، يعني ان ال Q دي is closed under addition operation. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة لو احنا عملنا مثلا adding ل 2 rational number مثلا 2 over 5، طيب ده هيطلع معانا بايه؟ is to come multiple 10 بعديها 10 divided by 2 5 و 10 divided by 5 2 نضربها في 2 اللي فوق يبقى 4، يطلع معانا الانسر 9 over 10. تمام. فمعنى الصفة دي closure property
يعني ان لما تعمل addition ل two rational numbers ال result برضه هيطلع معاك في rational number. تمام؟ فأي اتنين rational number تعمل لهم adding لازم ال result يكون هيطلع معاك تبع ال rational numbers. تمام؟ طيب تاني صفة ال commutative property. commutative property اللي هي خاصية التبديل، بالمناسبة closure property اللي هي خاصية الإغلاق، يعني ال rational numbers منغلقين على نفسهم. commutative property اللي هي خاصية التبديل، بمعنى إن لو عملت a plus b هي لو عملت b plus a. يعني حتى في الإكزامبل ده لو كنا عملنا 2 over 5 plus half وجربناها هتطلع معانا برضو ب 9 over 10. فإن احنا نبدل ال 2 rational numbers نخلي ده على اليمين ده على الشمال مش فارقة. تمام؟ فالصفة دي الخاصية دي اسمها commutative property، التبديل. تمام؟ فالتبديل مش بيفرق في الاديشن. تالت صفة ال associative property أو خاصية الترابط أو الاتحاد. دي عبارة عن ايه؟ انك لو معاك مثلا 3 rational numbers وعملت الاتنين منهم بلس وعملت الريزلت بتاعهم adding للراشونال نمبر التالت، هي لو عملت مثلا الأولاني عملت له addition للسم of التانيين الاتنين اللي اتبقوا معاك التانيين. يعني مثلا لو عملت half plus 3 over 2 plus 4 over 5، لو عملت دول adding الأول تمام، واللي هو الادنج بتاعهم هيطلع بكام؟ هيطلع ب 4 over 2. 4 over 2 اللي هي 2. لما تعمل لها adding مع ال 4 over 5 هي لو كنت عملت 3 over 2 plus 4 over 5، لو عملت لهم adding الأول دول وعملت وطلعت الريزلت وعملت له adding للهاف هي لو عملت العكس. تمام؟ فمش فارقة ترتيب الاديشن، مش فارقة تبدأ بأنهي الأول. تمام؟ فمش فارقة الترتيب بتاع الاديشن division numbers. فالخاصية دي اسمها associative property. طب رابع حاجة معانا اللي هي identity element اللي هو neutral element اللي هو الزيرو. دي صفة ان لو انت مثلا معاك half عملت له بلس زيرو، هي لما تعمل الزيرو بلس الهاف هتطلع لك برضه الهاف. ف الرقم اللي هتضيفه مع الزيرو هو اللي هيطلع معاك في الريزلت. فالصفة دي الخاصية دي اسمها identity element. تمام؟ لما الزيرو تعمل له adding لا مع أي rational number هيطلع معاك الريزلت هو rational number هو. طب خامس حاجة وآخر صفة ال existence of additive inverse. يعني ايه؟ يعني لو عملت مثلا برضو الهاف عملت لها adding لل additive inverse بتاعها اللي هو ايه ال additive inverse negative half، بتغير الإشارة بتاعته بتاعت النمبر. تمام؟ فلما تعمل لهم adding half plus minus يبقى half minus half يطلع لك زيرو. تمام؟ فلما تعمل adding لراشونال نمبر وال inverse additive inverse بتاعه على طول هيطلع لك الزيرو. لو عملت مثلا 5 بلس النيجاتيف 5 هيطلع لك برضه زيرو. فأي راشونال نمبر تعمل له adding ل additive inverse بتاعه هيطلع لك زيرو. دي الخاصية دي اسمها additive inverse property. يبقى نراجع كده على الخواص. أول حاجة ال closure property إن ال rational numbers منغلقين على بعض. تمام؟ تاني حاجة ال commutative property إن أنت ينفع تبدل في ال adding. تالت حاجة ال associative property اللي هي ال brackets ممكن تحطها في أي حتة يعني تزحزحها عادي. رابع حاجة ال
identity element. الزيرو لما تعمله adding لأي حاجة يطلع لك نفس الحاجة، نفس الراشونال نمبر. خامس حاجة ال additive inverse، أي راشونال نمبر تعمل له adding لل inverse additive inverse بتاعه هيطلع لك زيرو. طيب نحل ال choices دي. أول حاجة the additive inverse of negative 3/5 power 0 is. طيب أي حاجة في الدنيا power 0 على طول تطلع معاك بون. طيب additive inverse of النمبر ده بكام؟ واحدة واحدة كده. negative وهنا absolute النمبر. طب نجيب النمبر ده نبسطه الأول، نجيبه أبسط صورة بعدين نعمل له ال inverse. يبقى ده ال absolute هضيع النيجاتيف يبقى negative 2/7 يعني negative 2/7. طيب عايزين نجيب ال additive inverse بتاعه هيبقى 2/7. تمام. طيب 1/3 plus 0 equal 1/3. الصفة دي اسمها ايه؟ ايوه additive identity element. تمام. number 4 negative 2/9 plus 2/9 equal 0. دي property اسمها ايه؟ لما يبقى معاك number والadditive inverse بتاعه يطلع لك 0، هي الadditive additive inverse. متتلخبطش بين additive inverse و additive identity element. additive inverse اللي هي رقم والinverse بتاعه، انما additive identity element اللي هو رقم لما تعمله adding مع الزيرو. تمام. طب number 5/7 5/7 plus negative 1/2 equal negative half negative 1/2 يعني plus 5/7. دي property اسمها ايه؟ احنا هنا بدلنا ال two rational numbers وما أثرتش معانا بحاجة، يبقى دي اسمها ايه؟ commutative property. number 6 2/3 plus x equal 2/3. then x equal جاوب. ايوه بالظبط 0. احنا اتفقنا اي rational number نعمل له adding للزيرو، نعمل له adding بالزيرو هيطلع لنا نفس الراشونال نمبر. طب هنا بيقول use the addition properties in Q to find the result of. أول حاجة 6/3 6/35 تحت denominator 35. ندور على الدينومينيتور اللي شبهه، موجود اهو، يبقى نخليهم جنب بعض. 19/35. تمام. بعديها نحط negative 5/11 ونحط جنبه 10/22. طب 10/22 ده مش ممكن نبسطها؟ مش احنا اتفقنا لو في اي fraction مش simplified نعمله simplification؟ يبقى ففي 10/22 ممكن نعمل divided 5 آسف divided 2 فوق وتحت، يبقى هيدينا 5/11. تمام. طب احنا في الكلام ده استخدمنا ايه؟ انهي property؟ استخدمنا ال associative property. تمام. فلازم نكتب له احنا استخدمنا ايه في كل خطوة، وكل خطوة نستخدم خطوة واحدة. تمام، يعني كل لاين نستخدم فيه خطوة واحدة. طيب في حاجة موجودة هنا ممكن نعملها. في هنا 2 fractions عكس بعض additive inverse fraction، يبقى الريزلت بتاعه هيبقى بزيرو. يعني هنا 6/35 plus 19
over 35 نعمل لها بلس، الريزلت بتاعهم هيبقى 0. احنا هنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا الاديتيف inverse property. تمام. طيب هنا معانا two fractions دول عايزين نجيب السم بتاعهم. نعمل ايه؟ ممكن نجيب السم بتاعهم وبعدين نعمل لهم adding للزيرو، او نعمل adding للزيرو الاول. ممكن نعمل adding للزيرو الاول بحيث نخلص منها، علشان اتفقنا اي باشا نمبر نعمل له adding للزيرو هيدينا زيرو. يبقى احنا هنا الخاصية دي اسمها ايه؟ ايوه الاديتيف identity property. تمام، او additive identity element property، وضحها له اكتر يعني. تمام، يبقى احنا كده معانا 6 over 35 plus 19 over 35 كده بقت بسيطة. ناخد ال common denominator 35 ومعانا في النوميريتورز 6 و 6 و 19. تمام. طيب يبقى الريزلت بتاعنا هيبقى 25 over 35. طب هل ممكن نعمل simplification عن كده؟ ممكن نعمل divide by 5 فوق وتحت. هنا 5 وتحت تدينا كام؟ 7. يبقى الأنسر معانا 5 over 7. تمام. يبقى نراجع تاني على السؤال. أول حاجة بدلنا التو عشان النمبرز دول علشان نسهل الدنيا ونخلي الدينومينيتورز اللي شبه بعض جنب بعض، واستخدمنا أول حاجة associative property. بعديها طلع الريزلت بتاع التو additive inverse بزيرو، فكتبنا له إن هي دي ال additive inverse property. وبعديها شلنا زيرو فاستخدمنا additive identity element property. وبعديها كملنا عادي وحلينا المسألة. هنا برضه نفس الفكرة، عايزين الريزلت. فاتفقنا إن لو في تبسيط نعمل تبسيط. هل في تبسيط أكتر من كده؟ لأ، هتخلي ال denominators شبه بعض جنب بعض. 4 over 5 نعمل لها بلس 1 over 5 و negative 3 over 7 نعمل لها بلس 3 over 7. فاحنا كده استخدمنا ايه؟ ال commutative property. تمام. بعدين الاتنين دول عكس بعض في الإشارة additive inverse، يبقى نخليهم بزيرو، الريزلت بتاعهم بزيرو. يبقى دي الاديتيف inverse property. تمام. أي حاجة بلس الزيرو بتدينا نفس الحاجة. وهنا ال additive identity element property. بعدين
نكمل بقى مسألة عادي. الcommon denominator 5 ونعمل 4 بلس 1 يبقى الريزلت 5 over 5 اللي هي equal 1. تمام، ان شاء الله ما يكونش فيه اي مشاكل. طيب تاني حاجة ال subtraction operation. subtraction operation هي ما فيش فرق كبير ما بينها وما بين ال addition. يعني لو عملنا a minus b هنا، لو عملناها هي a plus negative b، علشان a plus negative b طبعا هي plus مع negative هتدينا negative، فهي a minus b، وممكن نعملها بأي طريقة. تمام، فمش هتلاقي فيها فرق خالص. طبعا عندنا شوية ملاحظات في ال subtraction. أول حاجة إن في ال subtraction برضو لو عملت الاتنين rational number subtraction الأنسر هيبقى belong لل rational numbers زي في ال addition. يعني عندها خاصية ال closure اللي هي كانت أول حاجة closure property. طيب تاني حاجة في ال subtraction الأرقام مش commutative، يعني مفيش خاصية ال commutative هنا في ال subtraction. ليه؟ لأن لو قلتلك مثلا 3 minus 2 ادينا كام؟ 1. تمام، طب لو قلتلك 2 minus 3 بدلتهم هتدينا كام؟ نيجاتيف 1. فالأنسر مختلف، هنا 1 وهنا نيجاتيف 1، فلما تبدل في ال subtraction بتفرق. فهنا مفيش ال commutative property مش موجودة. ونفس الكلام في ال associative، لو قلتلك مثلا 3 minus 2 minus 4 وقلتلك 3 minus 2 minus 4 برضو، لكن خليت البراكت هنا. في أول واحدة هنا 1 minus 4 اللي هتدينا نيجاتيف 3، هنا 3 minus و 2 minus 4 نيجاتيف 2، 3 minus نيجاتيف 2 minus 4 minus يبقى 3 plus 2، 3 plus 2 بكام؟ 5. فمكان البراكت هنا بيفرق مش زي ال addition، فهنا ولا في ال commutative property ولا ال associative property. تمام. طيب وهنا ال identity element مش موجودة، وبرضه مش موجود ال اللي هي ال additive inverse برضه مش موجودة. ليه؟ علشان لو قلتلك 5 سوري، لو قلتلك 5 minus 0 تدينا كام؟ تدينا 5. طب لو قلتلك 0 minus 5 تدينا كام؟ نيجاتيف 5. فالأنسر اختلف. فالزيرو ليه تأثير مع الرقم اللي جنبه، مكان الزيرو يعني تحطه في مكان هيفرق. فالزيرو عامل هنا تأثير في السبتراكشن، فهنا الزيرو بيفرق، فما فيش ال identity element property. تمام، فاهم. أو الحاجة الأخيرة إن ما فيش ال additive inverse subtraction اللي في ال subtraction. ليه؟ لأني لو قلت لك half و half و negative half رقم وال additive inverse بتاعه، لو كنا عملنا لهم بلس كان هيبقى الانسر 0. تمام، لكن هنا احنا بنعمل لهم ماينس، ف 1 minus half هي 1 half plus half، half plus half هتدينا 1 مش هتدينا 0. فمن الآخر ولا ال commutative property ولا associative ولا ال identity element ولا ال additive inverse property كل دول اللي بعضهم مش موجودين. تمام، فالخواص اللي كنا خدناها في ال addition كنا خدنا 5. أول حاجة closure property دي موجودة، بس هي دي اللي موجودة في ال subtraction برضو، لكن باقي الأربعة مش موجودين في ال subtraction. تمام. طيب هنا عايزين نجيب
الانسر اول واحدة 3/5 minus 2/5. هنا الدينومينيتور ثابت فناخده، وهنا ممكن نخليها بلس ونخلي النيجاتيف جنب التو، دي طريقة فمش مشكلة، اللي مرتاح فيها يعملها. ونعمل بلس عادي، لما أخدنا الدينومينيتور كومن يبقى نعمل للنيوميريتورز بلس اهم. يبقى الأنسر بتاعنا 3 بلس ماينس 2 يعني 3 ماينس 2 اللي هي 1، وتحت معانا 5. تمام. طب احنا كان ممكن نعمل هنا بدل ما نعمل بلس وماينس نعملها على طول 3 بلس ماينس 2. فلما نلاقي في السبتراكشن بدل ما نعمل خطوة البلس ماينس دي ممكن على طول نعمل الماينس. طب في تاني واحدة نجربها اهو 7/9 و ماينس 4/9. ناخد ال 9 كومن ونعمل النوميريتورز ماينس على طول بقى، مش لازم نعمل الخطوة دي. يبقى 7 minus 4 يعني 3/9. نعمل فوق وتحت divided by 3 يبقى الأنسر 1/3. طب في number 3 3/4 minus 2/3. هنا الدينومينيتور مش هو يبقى نجيب ال least common multiple. ال 4 divided by 3 لأ، divisible by 3 لأ. طب ال 8 divisible by 3 لأ. ال 12 يبقى ناخد ال 12 وهو ال denominator. 12 divided by 4 تدينا 3، نضربها في النوميريتور يبقى 3 times 3 ونحط الماينس. بعدين ال 12 divided by 3 تدينا 4، نضربها في ال 2. 4 times 2 يعني 8 يبقى 6 آسف 9 minus 8 over 12 يبقى 1/12. تمام. number 4 4 and 1/5 minus 3 and 1/8. اولا اتفقنا لما نلاقي mixed numbers نحولهم لراشونال. تمام. يبقى 4 times 5 تدينا 20 plus 1 21 وتحت الدينومينيتور 5 minus 3 times 8 24 plus 1 25 وتحت الدينومينيتور ب 8. طيب احنا عايزين نجيب ال least common multiple بين ال 8 و 5. الكبير ال 8 divisible by 5 لأ، نكمل نزود عليها 8. 16 divisible by 5 لأ، اللي بعده 24 divisible by 5 لأ. طب نكمل يا مسهل 32 divisible لأ، اللي بعده 40 divisible divisible. تمام. يبقى ناخد ال 40 هو ال common denominator وال 40 نعملها divided by ال 5 تدينا 8. 8 times 21 تبقى فوق ونعمل minus نحطها. وبعدين ال 40 divided by 8 تدينا 5، نضربها في ال 25 تدينا 125. نكتبها لوحدها 25 نضربها في 5 يبقى 8 times 21 168 minus 125 over 40 يبقى فوق 43 وتحت 40. تمام. تمام. انا شايف مفيش اي مشكلة ان شاء الله في ال subtraction، نفس فكرة ال addition. طيب هنا اعطيك ال A
بالفاليو بتاعتها، و 3 over 4 والبي بنيجاتيف 5 over 2 والسي بهاف. عايز الفاليو للحاجات اللي قدامنا دي. أول حاجة a minus b، ال a minus b نعوض ال a عطاهالنا أساسا ب 3 over 4، تمام، ونحط الماينس. بعدين ال b بكام؟ بنيجاتيف 5 over 2 أهو. نكمل؟ لأ، ازاي نكتب 5 over 2 واحنا اتفقنا ان هنا موجود اصلا نيجاتيف، والبي قيمتها بنيجاتيف 5 over 2، تمام. فتركز في الحتة دي اوي. هنا اساسا النيجاتيف دي موجودة في الجيفن او في السؤال، هو حاطط لك النيجاتيف، وقيمة البي اساسا بنيجاتيف كذا، فنيجاتيف ونيجاتيف يعني بوزيتيف ما بينهم، يبقى 3 plus 4 plus 5 over 2. طيب denominator مختلف، يبقى ناخد الفور، علشان الفور divisible by 2، يبقى نحط تحت الفور 4 divided by 4 1 نضربها في 3، بعدين 4 divided by 2 2 نضربها في ال 5 تدينا 10، يبقى 13 over 10. ده أول حاجة موجودة معانا. طب نمبر 2 a plus b minus c، نعوض برضو ال a 3 over 4 وال b بنيجاتيف 5 over 2، كل دول في براكت، وبعديها نعمل ماينس سي بكام؟ بهاف. يبقى ناخد اللي جوه البراكت الأول، 3 over 4 plus negative 5 over 2. طيب نعمل لهم adding least common multiple 4 و 4 divided by 4 1 نضربها في 3، وبعدين 4 divided by 2 2 نضربها في negative 5، 2 times negative 5 بنيجاتيف 10، يبقى الكلام ده ب 3 minus 10، 3 minus 10 negative 7، تحت معانا الفوق. كده جبنا البراكت اللي موجود، الجزء الموجود في البراكت. اتبقى معانا السي اللي هي كانت بره البراكت، كانت بهاف. نعمل لهم adding، ناخد الفور as a denominator علشان هو الكبير و divisible by 2، تمام. بعدين 4 divided by 4 1 نعمل لها multiplication في negative 7، يبقى negative 7 plus 4 divided by 2 2 نضربها في 1، يبقى negative 7 plus 2 negative 5 over 4. تمام. كده خلصنا درس النهارده يا شباب، يا رب تكونوا فهمتوا ومفيهوش اي مشاكل. طبعا لو في عندكم اي اسئله اكتبوا في الكومنتس او ابعتوا على جروب الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.